السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم هو تحت الطلب ديالكم صفاء كيفاش كتنظفي الفرن ديالك. ديما ملي كنبغي نظف الفران كنسخنو واحد شويه قبل وكندير فيه لو برودوي، اي برودوي اونتي غريس. هذا خديته من مرجان، كنخليه 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه وكنبدا كنحك بالحلفه الرقيقه. كنمسح مزيان وإلا بانت لي شي حاجه كندوز عليها بالحلفه تكون ناشفه افيكاس البنات. هنا ديمونطيت هذيك الشبكه اللي كاينه على الفرفاره، حكيتها مزيان، درت صابون ديال الماعن ودرت زيت نقي ومن بعد زيت ناشف. هنا بديت كنغسل لي زاكسيسوار باش نرجع كل حاجه للبلاصه ديالها. هنايا رجعت صافي. هنا غنحيد الباب. كاين واحد لي فخان كندوزوهم هكا بيدينا بحال غنسدوه وكنجروا الفران عندنا. هنا بديت كنظف كيف ما كتشوفوا بواحد العود. بالنسبه لهاد الجوانب كاين داك البوطون كتكيو عليه في نفس الجهه وكتحيدو وكتبداو كتغسلوا في الجاجات ديال الفران. هادشي ما كنديروش دائما، هادشي كنديرو مره في شحال حتى كيتوسخ لي الفران. دائما الا بغيتو تحافظوا على الفران ديالكم البنات هو انكم فين ما طيبتوا فيه مسحوه داك الساعه باش عمر الفران ديالكم ما كيرجع حالته. دونك هذا هو السر، ما كاينش شي سر واحد اخر. الفران ديالي هذا عنده اكثر من 10 سنوات. صافي هنا رجعت كل حاجه لبلاصتها، نشفت كل شيء، رجعت الكومه، رجعت لي زاكسيسوار، وها هو الفران ما شاء الله رجع بحال جديد. كنتمنى حتى نتوما تتبعوا نفس الطريقه. بسلامه عليكم وعشركم مبروكه.